السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قصة جديدة، وقصة اليوم هي قصة مول الطاكسي. أنا هادشي اللي وقع ليا كان سبب في الصمت ديالي مدة ديال سنة ونصف، ما كندويش غير كنبتسم وكندوي بالإشارة وأنا متبع حصص عن طبيب نفساني. من بعد ما وقعت لي هاد الصدمة، وإلا كدبت عليكم فيها ربي حاسبني. أنا في عمري 38 سنة، شيفور ديال الطاكسي بيض وأب دابا، وعندي بنية ووليد. هادشي اللي غادي نعاود لكم وقع لي في العطاوية في طريق دمنات دابا واحد 5 سنين هادي. غادي بواحد العائلة تلاقيت بها حدا المحطة الطرقية ديال ولاد زيان. طلبوني ورغبوني نوصلهم في الوقت اللي انا راجع في حالي للدار. بانوا لي الناس معقولين ومتقلين وكانوا مزروبين، والكيران ديك الساعة كاملين دايرين اضراب، راه الناس ولاد الدرب كبير وعين البرجة غادي يعرفوا هادشي، ما علينا. تفاهمت معاهم على الخلاص، هزيتهم شدينا الطريق مع ديك 9:30 ديال الليل غادي، وكندوي مع الاب ديالهم بارك قدامي والمدام ديالو وبناتو اللور. الطريق كامله وانا كندوي معاهم مقشبين وناشطين. واحد الوقيته وصلنا لواحد الدوار سميتو دوار ولاد صالح. قال لي السيد وقف هنا، الله يخليك نعطي واحد الامانه للوالد ديالي كيسكن هنا بالزربه غير واحد الربع ساعه، الله يجازيك بالخير. انا على نيتي قلت لي خذ راحتك غير ما تعطرش عليا عافاك. صافي بقيت مع مرتو وبناتو في الطاكسي، زدت شويه في الصوت الراديو، بديت كنسمع شويه ديال القران، ومره كنشوف في الروتروفيزور كنشوف شكون جاي ورايا، وكنشوف مرتو وبناتو سقلو غير بنص عين من بعد ما كانوا محيحين وناشطين. قلت ليهم الوالد ديالو عايش مع خوتو هنا ولا غير بوحدو، ما جاوبونيش. عاود نقسم الراديو وسولتهم، قلت ليهم الوالد ديالو عايش مع خوتو هنا ولا غير بوحدو، ما جاوبونيش. عاود نقص عاوتاني من الراديو وسولتهم، قالت لهم لا واش الوالد ديالو عايش غير بوحدو هنايا، ولكن هاد المره تلفت عندهم ما جاوبونيش، ولقيتهم كيشوفوا فيا كاملين في واحد الشوفه ماضيه، وانا ندير واحد الضحكه صفرا حيت ما فهمت والو. صافي جبت قرعه الماء وبديت كنشرب. هي تقول لي بنتهم بابا ما غاديش يرجع غير كذب عليك، تيقوا بيا فسمعتها، والطريقه باش قالتها بديك الثقه وهي الصغيره فيهم، واللي زاد خوفي هو كلشي بقى ساكت. قالت لهم كيفاش علاش، وكتضحك ديك الضحكه تاني فاش شفت في الروتريفيزور كيبان ليا البنت الصغيره ولات هي الوسطانيه والكبيره على اليسر والام في اليمين، وكتاكل شي حاجه بواحد الطريقه مزروبه. صافي تما بديت كنتخربق وخدم ليا راسي. انا مروم الطاكسي للبيست وحاضي والظلام والخلا والقفار، بديت كندير راسي كنغني بشويه بحال ما مسوقش ليهم، حتى يجي باباهم وما بقيتش قادر نشوف ورايا. بكل صراحه شويه شفت المكانه، لقيت السيد تعطل بزاف. يلاه غادي ننزل نشوف واش جاي، كنحس بشي واحد كينغص فيا في ظهري. فاش تلفت وهي تدفل عليا ديك السيده في وجهي وكتغوت بالجهد، سير عطينا اتساع، اشنو بغيتي؟ اشنو بغيتي عندنا، عجبك الحال دابا؟ وانا ديك الساعه مشى ليا الشوف شي 50 ثانيه وجاتني بحال الدوخه. فاش رجعت للوعي ديالي حليت الباب بالجهد باش نجرهم كاملين نخرجهم ونهرب بحالي. فاش حليت الباب ما لقيت حتى واحد في الطاكسي. خوتي وربي شاهد على هاد الهضره، فشلت وطحت على ركابي وكنبكي. ديماري الطاكسي تلفت على الطريق، غير بغيت نهرب ديك الساعه ونبعد، وغادي بواحد السرعه خياليه حتى بانت لي الطريق شديتها وبقيت غادي، واخا ما عرفتش وما بانش ليا حتى بلاكه. شويه كيبان ليا واحد البراج وانا نفرح شويه، عاودت ليهم وسولتهم في دابا انا. قالوا لي انت في الجوال. المهم قالوا لي ما تخاف والو، وانا ديك الساعه حاشاكم سروالي بلت فيه بالخلعه وراجع وما كنشوفش الروتورفيزور، ومخدم الراديو على الجهد باش نتلف. وصلت لكازا دخلت وكنقول الحمد لله انا ولد. بلاصي الطاكسي سلمت على العساس، قال لي مالك حوايجك مقطعين؟ انا كاع ما شفتهم ولا حسيت بهم. قلت حتى الصباح ونعاود ليك. قال لي ياك لاباس؟ هي تجيني البكيه تاني يلا. قال لي برك وعاود ليا وانا نشوف هذيك العائله اخوتي دايزين من الشارع وكيشيروا بيديهم جهتي. حليت عيني لقيت راسي في السبيطار ديال محمد الخامس، ودايرين بيا امي وبا وخويا الكبير من تما، وانا مريض ومتبع عند طبيب نفساني من بعد ما درت الرقيه وكل شيء. وهنا غتكون نهايه القصه ديالنا، والله يعاونكم.